هذه قصة حقيقية طبعا. جاء رجل لوالدي رحمه الله جميعا كلهم ماتوا. جاء يسولف له بقصة حصلت معه هو، يعني هذه سندها عالي. يقول جاء المكتب عندنا ويقول والله يا ابو سلطان انا جاني واحد خطب بنتي، شاب من عائلة طيبة وصاحب خلق ومشهود له بالصلاح. جاء وخطب بنتي، وبنتي والله صغيرة ما هي كبيرة، لكن أنا يقول من حرصي يعني على الشاب هذا ما ودي اني افوت عليه. يقول فاستشرت البنت وكذا، ويعني رغبتها في الزواج من هذا الشاب. تمت الخطبة وتم الزواج، وراحت البنت في بيت الرجال الله يستر عليها. لكن يقول يعني حصلت مشكلة، مو مشكلة، اختلاف في وجهة النظر مع بدايات الخطبة. قال الشاب أنا بس أشترط أني أنا أسكن عند الوالدة حقتي. يقول أسكن مع والدتي في بيتها. البنت شاورت كذا، حاولت، فقلنا في الأخير يعني يا بنت هذه أمه وكذا، وإن شاء الله تصير مثل والدتك، يعني أنت إذا أحسنتي معها التعامل وشيء طيب أن يكون في البيت يعني شخص كبير، أنتم لساكم صغار، يعني لعلها تكون مثل كنترول تضبط لكم المسألة لو حصل كذا ما كذا. في الأخير اقتنعت البنت، وحنا قلنا يعني المسألة إن شاء الله طيبة، وتم الزواج. تم الزواج والأمور طيبة، والبنت كانت سعيدة جدا بهذا الشاب، وهو كذلك سعيد جدا، ويعني حتى نحن يقول الأسرة كلها كانت يعني مبتهجة بهذا الزواج المبارك. لكن سبحان الله مع الأيام صارت البنت تيجي تشتكي من تسلط هذه والدة أم الزوج حماتها أو عمتها، متسلط عليها في الأكل، في الشرب، في القومة، في القعدة، لا تلبسين كذا، لا تقوم من كذا. إنا لله وإنا إليه راجعون. صارت تجي البنت تشتكي وحنا نصبرها، يا بنتي اصبري، هذه مهما كان يعني عمتك مقام والدتك، وترجع وتروح وترجع. أخذنا كم شهر على هذا الكلام، إلى أن جاءت ذاك اليوم قالت أنا ما عاد أبغى البيت ولا عاد أبغى الزواج هذا نهائيا. عندي شرط واحد، يطلعني من ذا البيت، ياخذ لي بيت مستقل، أنا ما أقدر أعيش مع ذا الحرمة. يعني تعبت، البسي كذا، لا تلبسين كذا، كلي كذا، حتى لو طلعت مشتى تروح معنا، نروح مطعم تروح معنا، لا تاكل الاكل ده مو صحي تطلب هذا. والمراه هذه هي اصلا يعني شخصيتها قويه، اللي هي ام الولد ام الزوج، ومديره مدرسه، ومتعوده على يعني الانضباط وعلى الامر والنهي وكذا، وشخصيتها كذا شخصيتها. والولد شايف الوضع لكن ما يقدر يقول شيء. سبحان الله هذه متسلطه قويه. يقول يوم شفت الامور تأزمت، هذا والد البنت يعني يتكلم بالسالفه هذه، يقول السالفه هذه، يقول يوم شفت الامور تأزمت مره بالحيل، عاد خلاص اصبحت يعني عند مفترق طرق. يقول ناديت الولد، جاني قلت له عمك ايش الموضوع، ايش السالفه؟ يعني البنت تشتكي وكذا. قال والله انها صادقه. البنت تقول إن والدتك يعني الله يحفظها تتدخل حتى في خصوصياتها، حتى في غرفتها الخاصه، سوي كذا رتبي كذا، يعني تقتحم حتى غرفه النوم. هذا مو معقول يا عمك. قالوا والله انك صادق، وكل الكلام اللي تقوله صح، وبنتكم انا والله اني عارف انها يعني ما جاء منها خطأ، ولا اذكر انها يوم رفعت صوتها على امي ولا ردت عليها في الكلام ولا كذا. لكن في نفس الوقت هذه والدتي، انا ايش اسوي؟ طيب قول لي. قلت له والله انا عمك يقول، قلت له ترى البنت تقول لازم تطلعها في بيت لحالها، بيت مستقل شرعا، وهذا من حقها. قال صح من حقها، وانا والله ما اقول الا خير، لكن انا ما استطيع. يا ولد، قال والله ما استطيع، ما استطيع اطلع عن امي نهائيا، وانا ما اقدر صراحه، شوف انتم وضعكم وكذا. يقول اصبح الوضع متأزم، والبنت بتخسر زوجها
والولد ذا بيخسر زوجته ولا في اي مشكله الا. يقول اصبح الوضع متازم والبنت بتخسر زوجها، والولد ذا بيخسر زوجته ولا في اي مشكله الا هذا الامر. اقنعنا البنت، حاولي راحت، بعدين رجعت قالت انا خلاص ما عاد اقدر. ما يصلح كذا. تقول احيانا، هي طبعا البنت تدرس في الجامعه، احيانا تقول زوجي بيوصلني الصباح للجامعه، يعني مشوار الصبح هم رايحين ياخذوا لهم كوفي، يعني زوجين تو متزوجين. تقول لا، منعتني حتى من المشوار ذا ما تروحين، انا اودي، انا معي سواق وانا اوديها، وانت خلاص روح شوف شغلك، روح. تروح تطلعك وتضيعك عن الدوام وتاخرك ومدري وش. لا حول ولا قوه الا بالله. يقول جات على بالي فكره. هذا ابو البنت يقول جات في بالي فكره. ايش تتوقعون الفكره اللي طرت على باله؟ بالضبط صح، فكر انه يتزوج هذه المراه. يقول قلت ايش رايك وانا ابوك تخطبي لي عمتك هذه، خليني اشغلها عنكم، وفي نفس الوقت ابغى انا يعني برضه اجدد شبابي وكذا. هي ما هي كبيره بالحيل لكنها يعني ارمله وامورها طيبه يعني والساعه يعني. يقول قالت البنت طيب خلني اشوف كذا، اشاور زوجي، كانها عجبتها الفكره، اظل بتكلم التلفون او تروح البيت. شاورت زوجها وكلم نفس الرجال ذا، كلم الولد، قال اقول لك شاور امك انا باخذها، ان وافقت ترى انا يعني رغبان فيكم وانتم يعني عائله طيبه وكذا. راح الولد شاور امه، قال يمها ابشترك جانا عريس، جاك خطيب. ايش هو؟ قال والله ابو فلان كلمني ورغبان يعني انه يتقدم لك وياخذك وكذا. استحت عادل. قالت والله وانا امك ما ادري، هذا نسيبا، هذا ما وداني اكسر بخاطره. المهم بعد الاستخاره والاستشاره وافقت. واول قرار تتخذه بعد عقد النكاح، جات لولدها قالت اسمع انا امك، والله انا بكلمك في موضوع، لكن دحين خلاص املك عليها الرجال. قالت والله انا امك انا دحين ما ادري كيف، انا مستحيه منك. قال خير يما عساك طيب، عسى ما خلاف عسى. قالت لا لا ما خلاف ان شاء الله، لكن انا والله شفت ان البيت يعني بيصير ضيق علينا احنا دحين، انا يعني من اول كنت ما اقدر اقعد في البيت الحالي واستاحش وكذا واخاف، لكن اليوم دام ان ابو فلان خلاص بيصير معي في البيت وكذا، وانا معي شغالتي والبيت بيصير ضيق علينا. قلت طيب يا امي كيف خلاص بعتيني؟ قالت لا والله ولا امك، بس عاد ايش تطلعون اصلا يعني شايف رغبتكم انكم بتروحون، واصلا زوجتك اصلا تبي تطلع وكذا، صح ولا لا؟ قلت لا والله اللي تشوفين. قالت لا 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 اطلعوا الله يستر عليكم. ونجحت الخطه. يقول والله وجاء فرج من رب العالمين، وياخذ زوجته الولد هذا ويستاجرون برا ويعيشون احلى عيشه يوم الله ييسر لها. الحين لا يزال الحديث للزوج اللي هو الزوج الجديد هذا ابو البنت. يقول وكتب الله فرج لبنتي وزوجها، انبسط اشوفي حياه حلوه ويا سلام. لكن يقول انا نشبت. انا بحلها وطبيت انا في القفص. يقول المراه متسلطه، متسلطه جدا، تحاسبني بالساعه، وين رايح وين جاي، واذا رحنا السوق ولا مطعم تمشي قدامي، انا ماني متعود ان تمشي الحرمه قدامي، تمشي امامي وتمشي وراي. يقولوا لا، ولا جينا مثلا تعزمني على مطعم وكذا تروح هي تحاسب. قلت يا مره ما يصير تحاسبين، عيب، انا رجلك. قلت انا اللي عازمتك، قلت حتى لو انت عازمتني تعطيني فلوس انا حاسب. قلت لا لا ما، والله الامر تغير علي كثير.
وحاولت اني امشيها. يقول والله صرت انا اروح اشتكي لبنتي وزوجها، اشتكي لهم حالي وهم يصبروني. عاد اصبر البنت تقول اصبر يا ابوي الله يعينك والله انت ما قصرت، وترى بس يبغى لها يعني شوي هدوء وكذا، وترى مع الوقت راح تتعود عليها، انت طبعك يختلف عن طبعها وبتعودون على بعض وبتاخذون. يقول والله والولد يقول يا عم اصبر شوي معلش يا عم، يعني حاول انك امي ترى طيبه وقلبها ابيض بس يعني. يقول والله كل يوم بدأ الامر عندي يعني يشتد ما عاد قدرت اتحمل انا ايش ذا، وصارت ترفع صوتها علي. اقول له واحد تقول لي اثنين، ايش ذا؟ لا حول ولا قوة. وصارت ترفع صوتها علي. اقول له واحد تقول لي اثنين، ايش ذا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يقولوا ذاك اليوم جيت متاخر شوي البيت، قالت اسمع شوف هذه اخر مره اسمح لك تجي البيت متاخر. كيف البيت؟ قلت كيف متاخر؟ قالت في لازم تجي بعد 10 لو سمحت، لا تجي بعد 10، البيت هذا مو فندق تجي تنام وتمشي، بعدين انا عندي دوام وعندي كذا ماني فاضيتك اتحرك طول الليل. قلت عيب الكلام هذا. قالت بس الكلام وجاك، ترى والله عاد تاخر ثاني مره لا اقفل الباب وتنام في الشارع. قلت كيف؟ قالت العلم وجاك. يقول والله واخذت الموضوع يعني مو بجد، لان هي دائم تصارخ ودائم هجها كثير. يقول ذيك الليله اجى بفك الباب وليها مزرفل من جوا، فك مزرفل. ادق الباب وتكلمني من ورا الباب، قالت اسمع المكان اللي جيت منه ارجع له. حرم عيب. قالت بس الكلام وجاك. يقول طردتني من البيت. يقول في الاخير يقول ما لقيت حل، حاولت فيها. يقول اخر شيء بس انا يعني اضطريت اني اطلقها يعني وارجع لزوجتي الاولى. يقول يا طيبها طيبه ان جيت وان رحت لا تقول لي وين رايح وين جاي. عاد الوالد يسال والله يرحمهم جميعا، يقول له بشر طيب وش صار في زوجة بنتك؟ قال لا بشرك كانت لهم فرج، يعني بعد ما طلقت يمكن اخذ معها 5 شهور 4 شهور، وذولك خلاص عاشوا في بيتهم وكذا، استحت تقول لهم تعالوا، وكملت باقي حياتها في هذه الحاله يعني هم الحال. طبعا هذه القصه يعني فيها شيء من الطرافه وكذا، لكن قد تكون متكرره. مثل هذه القصص تتكرر في كثير من الاحيان. نحن ما نزهد ولا ننفر الناس من ان يعني يسكن الابن وزوجته مع الام والاب في بيت واحد. هذا امر يعني اصطلحت عليه اطراف جميعا، هذا امر طيب، نور على نور ما في شيء. لكن كذلك يعني الزوجه والبنت هذه بنتكم ذي لها خصوصيه ولها حياتها، يعني اقحام الاراء في كل صغيره وكبيره ترى يعني هذا امر منفر، ولا تصبر على ذا الكلام اي بنت. يعني هذه جزاها الله خير البنت صبرت وحاولت كذا، بعض البنات ما تصبر، وقد يكون في شد وقد يكون في يعني ارتفاع الاصوات وقد يكون في اشتباك بالايدي وتحصل مشاكل. فاسال الله ان يصلح الشان، واسال الله ان يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين. هذه قصه يعني من قصص العيد احببنا ان نسوقها لكم، وكل عام وانتم بخير.